في هذا الفيديو ان شاء الله غنشوفوا شي حاجه طوب، شي حاجه من التراث الجبلي الاصيل. لا تذهبوا بعيدا، خليكم مع الفيديو الى الاخر. دابا كاينه 7 ايام ديال باكور. دابا كنوجدوا السراق، قصبه نصنعوا منه واحد الشيء عجيب. نسوق لنا السراق. واش بولدوك، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله نشوفوا واحد الطريقه تقليديه، طريقه ديال الجدود، طريقه ديال الناس القدماء. دابا الموسم ديال جني الباكور، كما كتشوفوا قصبه، والباكور كتكون طويله وكتكون عاليه، ضروري خاصها السراق. دابا خليكم معنا نحضروا الطريقه التقليديه ديال السراق. السراق او جني ضروري منه في جاني الباكور او الكموس، حيت الشجار كيكونوا عاليين والباكور كتكون عاليه. ضروري خصك تعمل الجني او السراق باش تجبدها بكل سهوله، حيت الاشجار كيكونوا صغارين وإلا تفرعوا اذا طلعت غتهرس الشجره والرباح ما يكون والو. دابا نعملوا هذه الطريقه، هذه الطريقه ديال الجدود. نوجدوا السراق ونوجدوا المخطاف، طريقه تقليديه جبليه الاصيله، واخا فيها شويه ديال الثمنه. ضروري بنادم يوجد الاشياء التقليديه ديال الجدود وما يخسر والو. كما كتشوفوا دابا وجدنا القصبه ديالنا، عملنا فيها القشره وسديناها بالخيط، ودابا كونوا سالينا. دابا نهزوا ونمشيو ونشوفوا المخطف. عندنا محشي هنايا في التدريقه من العام اللي فات، عاوتاني تا هو محتاج ضروري غيكون في الجانب باكور، حيت كيجبدنا الشطاب ونشبروها باليد كتكون عاليه. دابا نوجدوا السطال ديالنا ونوجدوا السراق ونوجدوا المخطف، ويتبعنا القيط عاوتاني كذلك. هيا بنا الى الشجره. دابا وصلنا للشجره كما كتشوفوا. دابا جاني الباكور، بسم الله على بركه الله نبدا. قبل ذلك ضروري نعملوا الوراق في السطال باش الكاموس ما توسخش وما طيحناش الحليب ديالها في السطال. اللوليه كلا بيترو لا الزهر عندنا. هاد العام كاين الباكور شويه، يعني الشجار اللي صغارين هما اللي جابوا شويه الغله. الكرموس كاينه شويه ولكن ضروري من الدكر، حتى الدكر هاد العام ما جاتش عاوتاني. المهم كل عام والخير ديالو تبارك الله. المهم دابا نبقاو مع هاد الشجره. هذه الشجره كتسمى عندنا هنايا في المنطقه الشجره 7 القوده. اغلبيه الشجر هنايا في المنطقه كاينه حرشه و7 القوده، هما اللي فيهم شويه، اما الغدان قليله. الا جبر وحده كلا بيترو. المهم الدنيا ملونه. نبقاو مع الشجره هذه، هي اللي فيها شويه البركه وجات عاليه تا واحد ملي كيقرب ليله. اذا كانت في الطريق وكانت صغيره، العيال الفارخين كيمشيو ليله ويسالوا فيها بالقصاب، كاينها قطع بيترو من جهه وفارخين صغارين من جهه. هذه عاليه ضروري خصنا السراق. داكشي علاش عندنا حنايا السراق ونمشيو ليله. كما كتشوفوا ها هي جبدناها بكل سهوله وكتبقى طبيعيه، يعني ما كتبرجع ما كتفزع ما والو، يعني كتبقى بشي حاجه طوب. وهذا ابنينو كيكون حلو السكر بحال العسل، يعني واحد الحاجه كتكون واعره في الباكور. كيكون واحد الكاموسه او الباكوره صغيره كنسميوها هنا في المنطقه ابنينو. الباكور او الكرموس شي حاجه مهمه في الحياه، ما يقدرش الانسان يستغنى عنها، حيت كتكون مزيانه سواء كانت جابسه او خضراء. شي حاجه كتكون واعره. القيط حتى هو معنا طلع، حتى هو الشجره دابا عيا. نشوفوا الشجره اخرى حتى هو كيمشي معنا يحضر بقوه ويشوف واش كاين شي ولا والو. دابا خليناه يحضي يصطاد الباكور ونمشي نشوفوا واحد الشجره اخرى. دابا نقيسوا ونشوفوا واش كاين شي حاجه ولا والو. وحده ليكم وحده ليلي، تبارك الله حلوه وطريه وشي حاجه يعني الطوب. مرحبا بكم. الانسان اللي ما عندوش الباكور يجي نعطيه الباكور. المراه اللي كتوحم وشافت هذا الفيديو وعجبتها الباكور تجي حتى هي مرحبا بها دير باكور، واخا غير وحده اذا ما كانش ندبروها. المهم تكون استفاده وتحيد يعني ديك الشهوه ديال الباكور. كما كتشوفوا دابا اجدينا الباكور وها هي قدامنا. القيت هو كيحضيها. وهاد الباكور هادي عندنا في المنطقه كنسميوها 7 القوده. نتوما شنو كتسميوها في المناطق ديالكم؟ لقيت خاف وطلع لكتافي قلنا ضروري نمشيو فحالنا. دابا نكونوا وصلنا لنهايه الفيديو، نمشيو فحالنا للدار، هزوا قشاوج ديالنا ويا بنا الى المنزل. اذا عجبكم الفيديو لا تنساو الاعجاب به والاشتراك في القناه ليصلكم كل جديد. يلا تهلاو.